طيارة لسباق وضعت على حلبة الاختراع، هي مفخرة مجموعة من الطلبة المهندسين بإحدى المركبات الجامعية بأكادير. تصميم هندسي متفرد، محرك بقوة مضاعفة، والهيكل من الألياف الزجاجية. الخاصيه الاولى هي لو ديزاين ديال لا فواتور، لان سي لو بروميير كونسيبت اللي دار في المغرب من اجل انتاج ان بروتوتيب ديال اون فواتور دو سبور من طرف الطلبه المهندسين ديال مؤسسه تكوين المهندسين. الخاصيه الثانيه هي لا غي انجينيري اللي دارت باش ان هذه السياره يكون عندها مميزات القوه وبطبيعه الحال لا توني دغوت باش انها تشارك في تظاهرات رياضيه. إخراج هذا المشروع إلى الوجود تطلب من الطلبة المهندسين 18 شهرا من الاشتغال على وضع التصميم النهائي للسيارة وصناعة هيكلها لأول مرة من الألياف الزجاجية وتحسين قوة المحرك، وكانت النتيجة مذهلة. لي بروجي اللي خدينا حنايا ديال السياره او ار تي اس لا سبورتيفا كان من تلقاء نفسنا باش حنا نوريو ان الطالب المغربي يقدر يدير دي بروجي سون كولوسال اللي عندهم اهميه في النطاق الدولي. واجهنا بزاف تاع المشاكل ومن بيناتهم الاهم وهو الدعم ديال السياره اللي ما لقيناش اي دعم في الجهه ديالنا ولا في المغرب. وكاين مشاريع اخرى بحال كات اللي غادي نقوموا بها ان شاء الله، نبداو بها في الاخر تاع هذه السنه. والطموح قائم لدى هؤلاء الطلبة المهندسين من أجل إخراج هذه المبادرة من حلبة التجريب إلى حلبة السباق في التظاهرات الرياضية الميكانيكية الدولية. فقط مطلوب أن تحظى هذه الكفاءات بالدعم والاحترام.